ونشوف ايه اللي بيحصل في مصر. وشيء محزن وصادم، في شاب اسمه أحمد أبو زيد، قمة في الاحترام، قمة في الرقي. هتشوفوا دلوقتي قناته، هو عنده قناتين، في قناة منهم تقريبا 1,000,000 والتانية 8,600,000 وشوية. 8,600,000 وشوية. الولد ده أنا متابعه من زمان، شفت له فيديوهات كتير جدا جدا. وأي حد في أي مجال، اللي عايز مثلا ينمي اللغة كان بيسمعه، اللي عايز ينمي قدراته في الجرافيكس والمونتاج كان بيسمعه، وغيره حاجات كتير جدا. هو كان الولد بيحاول يتعلم وينقل اللي بيتعلمه ده بشكل مختصر للناس فيفيد الناس. لا عمره اتكلم في السياسة، ولا عمره اتكلم كلمة وحشة لحد، ولا عمره أذى حد، ولا عمل أي حاجة خالص. تمام. الولد اهو زي ما انتم شايفين. اتفرجت عليهم السنة دي، فتعالوا نشوف أفضل الفيديوهات اللي شفتها السنة دي من الألفات اللي اتفرجت عليها. بصوا ركزوا بقى في الحتة دي. هذه القناة بتاعته ايه اللي هي دروس أونلاين، 8,600,000. هذا فيديو برعاية أودو. خلي بالك بقى بدأ بإيه؟ في رعاية. يعني إيه رعاية أودو دي؟ هي دي سر من ضمن أسباب اللي حصل. بصوا يا جماعة، أي حد على اليوتيوب بيبقى فيه أرباح بتيجي على الإعلانات اللي بتتحط على الفيديو بتاعه. أرباح دي شركات بتحط إعلان، فاليوتيوب بياخد جزء وبيدي لصاحب القناة جزء. حلو. ما اللي بيشوف الفيديو ما بيدفعش اي حاجه، ده هو مجرد ان هو شاف الاعلان او شاف الفيديو وشاف الاعلان، فاوتوماتيك الشركه بيبقى عليها فلوس. الشركه المعلنه بتدفع مثلا 10 قروش لليوتيوب، فاليوتيوب بيقول لك طب صاحب المنصه صاحب القناه بياخد مثلا 5 وانا 5 كده بلطجه. المشاهد ما بيدفعش اي حاجه. دي الآلية بتاع الأرباح بتاع اليوتيوب طول الوقت. لكن مع شوية إجراءات عملها اليوتيوب في إنه يحط إعلانات على قناة مش مفعلة أرباح أصلا، وإنه عمل شوية حاجات كده، احتمال كبير يترفع عليه قضية ويخسر جلده سقط زي أبل اللي اترفعت عليه قضية خسرت لسه 95 مليون دولار اليومين اللي فاتوا عشان تجاوز صغير جدا في سيري. المهم أرجع لموضوع أحمد بقى ونشوف إيه الحكاية. هو اتقبض على واحد زي ده مهم جدا وراجل كويس جدا. ليه؟ ايه السبب؟ تاني موضوع الارباح زي ما قلت لكم العاديه خالص اللي بيحصل عليها اي يوتيوبر زي احمد، بيحصل عليها الرئيسيه من اليوتيوب والاعلانات اللي بتيجي على الفيديو بتاعه اللي انت بساتك بتشوفه، فبيجي لك اعلان خلاص كده هو ايه خد نصيبه من الارباح دي. لكن في وسيله تانية بعد ما اليوتيوب بدا يعبط في موضوع الارباح ويقلل، ودلوقتي يعني اقل شوفوا نزلت 10 اضعاف في خلال الكام سنه اللي فاتت. ففي حاجه جديده، الشركات اللي بتروح تدي لليوتيوب فاليوتيوب ياخد نص ويدي للمنشئ المحتوى صاحب القناه نص. في شركات قالت لك طب انا بدل ما اروح اعمل اعلان غالي قوي كده في اليوتيوب واصرف، طب ما انا اديهم لصاحب القناه مباشره، اللي هي الرعايات اللي هو اتكلم عليها احمد مثلا في الفيديو بتاعه. هذا فيديو برعاية أودو هي المنصة أو الخدمة الوحيدة. تمام. هو عمل ايه دلوقتي؟ بيعمل رعاية. والحكاية دي كل معظم الناس دلوقتي، معظم اليوتيوبر في مصر بالذات بيعملوها، وحلال، فلوس حلال. الشركة بتروح له تقول له والله اعمل لي دعاية عندك مباشرة، اتكلم على شغلي على المنتج بتاعي ايا كان المنتج ده، مقابل ده انا هعمل معاك عقد رعاية. بيعملها طبعا المخبر الاقتصادي وغيره. فاما بتعمل فيديو واحد او بتعمل عقد مثلا لشهرين 3 ان انت تعمل لي دعاية على الفيديو بما انك بتوصل لناس كتير. وطبعا احمد بما ان قناته 8,600,000 8,600,000 واكتر، فهو اكتر ناس او اكتر الناس اللي مستهدفين من شركات الدعاية، يعني عايزين يعملوا عنده، لان هو الفيديو بتاعه اللي هيوصل لملايين ده بالنسبة لهم مكسب كبير ودعاية رخيصة مهما كان هيدفع. في ناس بتدفع كتير، يعني تتكلم بعشرات الآلاف من الدولارات في بعض الرعايات، ودي بيعملها المخبر الاقتصادي. تمام. يعني في العقد مثلا لمدة شهرين 3 انت بتتكلم عن رقم كبير مش صغير. وبالتالي احمد بيدخل له فلوس من جهتين، ربنا يا رب يوسع رزقه يا رب ويبارك له
ويفك عنه ويحميه من الغشم والاجرام اللي بيحصل. بيجي له من اليوتيوب مباشره، واذا كان في منصات تانية، وبيجي له من شركات الايه الرعايات. الكلام ده بتاع اليوتيوب بيبعت له بدولار على البنك، فالراجل راح سحب قرشين، ممكن يكون 10,000 ايا كان، يعني ايا كان اللي سحبه، سحب فلوس من البنك من حسابه الشخصي وسحبهم بالدولار وروح البيت. بعد شويه وكأننا احنا في غابه، الشرطه دخلت، قيل ان حصل يعني اللي دخلوا في ناس بتجود اللي هي العيال المخبرين وبتاع، خش يروح زي لك كده في استوديو زي ده، فهو بيزق معدات بعشرات الالاف من الدولارات، وخدوا. محدش عارف عنه حاجه. عرفنا النهارده ان هو خد 4 ايام حبس، ثم خد 15 يوم حبس. ليه يا حاج؟ قال اتجار في العمله. قال له يا راجل، اتجار في العمله يعني انتم مسكتوه متلبس وهو بيغير عمله في السوق السوداء؟ لا، ده احنا مسكناه في البيت، بس مسكناه معاها دولارات. يا راجل، يعني انت مسكته معاها دولارات، فبالتالي افترضت مع نفسك كده ان هو بيتاجر في العمله؟ طيب يا اخي، مفيش عقل. ولد زي ده عنده 8 مليون و600 ألف في قناة واحدة، والباقي يعني عنده 10 مليون متابع. 10 مليون متابع، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له يا رب. واحد زي ده في عز ما انت في بلد النهاردة محتقنة وفيها الناس بتجد، وبنقول ربنا يستر البلد ما تنفجرش، تروح تجيب أعداء 10 مليون عدو المتابعين من الشباب الصغير اللي متابعين الولد وعارفين ان هو شخصية نظيفة وطيب، ناس مرتبطة نفسيا معاه، شباب تحت 20 وفوق 20 ما يعرفوش عنك غير الغشم اللي انت بتعمله. يعرفوا عنه ان هو انسان طيب، لا بتاع سياسة ولا تنفع تقول اصله اخوان، اصله تاجر عملة، اصله معرفش ايه، كل العك ده انت بتعك وبتعرض البلد كلها النهاردة لامور غريبة جدا، يعني بالعقل. وايه اللي بيحصل ده؟ ولد زي ده يتعامل المعاملة دي ليه؟ ولد زي ده كان المفترض يروح يمثل مصر في مسابقة معمولة في الإمارات اللي هي مسابقة المليار، جايزتها $1,000,000. فما واضح جدا إن في شغل تاني، في حد مش عايز يدخل المنافسة، في ناس بتوعنا جوه عايزينهم يبقوا من الخمسة واللي يكسب يعني حد تبعنا، لكن الوقت ده مش بتاعنا، ده بتاع الناس، فناخده الوقت. حرام يا جدعان، تعبنا والله، تعبنا. بصوا، كان في فيديو، انتوا عارفين موقفي طبعا مع عمرو اديب، محدش بعيدا عن مزايدة حد، لكن عمرو اديب قال كلمتين العدو الحبيب واللي معاه واللي ضده بيقول الكلام ده كلام مظبوط. اسمعوا كده. لو كان في درس تتعلموا واحنا شفناه قبل كده، انه التغيير في السياسة له وقت، لو ما عملتوش القطر فات. يعني في وقت معين يمكن ان تنقذ كل شيء، انما لو الوقت ده عدى يضيع كل شيء. هو ده اللي حصل في سوريا. كان في لغاية من شهور انه يكون هناك شيء، ولكن بالعند، بالاصرار، بالكبرياء، بالغرور، انا مش هغير، انا مش هعمل، لغايه اخر ايام يطلبوا منه عدد من الحلول ويرفض. فيجي وقت عندما توافق خلاص يكون الوقت عدى، وده حصل عندنا قبل كده. يكون الوقت عدى خلاص، انت متاخر، الوقت خلص. فيجب ان احنا نفهم ان احنا بنشوف ده
في التاريخ انه في ايام وتوقيتات لو انتهى، يعني زي ما رمضان يخلص كده انت مش هتصوم. طيب طبعا عمرو في الحلقه دي انا سمعت الحلقه كلها، اتكلم كلام مهم، وكلام ان الناس عايزه تتنفس، كلام ان انت لازم يبقى فيه تغيير و عشان الاحتقان. الناس عايزه تحس بامل، عندهم كده آفاق، والناس حكايه اليأس وحكايه القمع وحكايه الكلام ده كله خطر على البلد. وهو كان بيوجه كلامه للنظام وللدولة، فواضح جدا ان في ناس بتسمع بالعكس، يعني في حاجة غلط، في ناس بتشتغل ضد نفسها، في ناس قدامه مثلا منطقة زي حكاية الحريق كده. تخيل بقى انت مثلا في امريكا في حريق زي كده، وواحد يجي يروح كابب شات بنزين على الحريق، تشوفه من بعيد، اللي يشوف من بعيد كده قبل ما يكب البنزين تبقى ايه ماسك كده وبقول لك انا رايح يا جدع اطفي النار يا جدع، وهوب يروح كابل. اهو اللي حصل مع احمد ابو زيد ده حرفيا واحد ماسك شويه بنزين وراح كاببه مع النار. واحد الدنيا محتقنه والوضع سيء جدا، الناس محتقنه والناس في غضب من اللي بيحصل، فاجي اروح اعمل ايه؟ ضايف 10 مليون ما كانوش متضافين اصلا للاحتقان ده، واقول لهم انتوا متضايقين من الظروف الاقتصاديه، لا ده انا كمان اوريكم يا جدع، ده اعتقد لكم ولد انتم متابعينه. ال10 مليون لو منهم 1% بس اتأثر بده، فانت بتتكلم على 100,000. حلو. ميدان التحرير بياخد 85,000. انت عايز تعمل ايه؟ اللي بيعمل ده انت عايز توصل لفين؟ هو ده الهدف من الكلام. عايزين نعرف، احنا عايزين نعرف بس، عشان بصراحة اللي بيحصل ده ما بيحصلش في جمهورية الموز. كفاية كده، البلد مش متحملة عبط ولا غشم ولا الكلام ده كله.